بين سبعة هنا أبو عبد المحسن. أعتقد عندكم شوش في التفكير شوي، لكن خليكم تهدون وبنرجعكم إن شاء الله. تفضل يا مدحج عشان نعطي غضنفر. أخرى أنها راح تجيب لي أرضي أنا، لأن هذا الكلام قد سمعناه من أول، سمعناه. وأما أني أسلم رغبتي لواحد دهباشي. معناه شوف أنا برجع بعقب على كلامك هذا عندما ينتهي البث، وبفهمك الطريقة الذي كنا نهدف إليها ونسعى. لكن تفضل يا الغضنفر. طيب يا اخواني الجنوبيين، شوفوا مستحيل، شوفوا الشمالي مهما اختلفوا، مهما سمعتوا نباحهم، مهما قيل وقال الحوثي كلهم ترى الجنوب يشوفونه يعني قنيمه، تعرف قنيمه، يشوفونه قنيمه، بس هم الجنوب عندهم مهما بيتوحدون ضد الجنوبيين. لا تصدقون اذا خطاباتهم تقدم الشغل مو شغلنا، احنا شوف الحل الوحيد زي ما قال الجوارح نرسم حدودنا. وانا مستغرب من بعض الشماليين يفتكر انه مسيطر على الجنوب 80%، يتكلم ان 80% عندنا. يا حبيبي تعال، لو عندك 80% انزل، خلي الشرعي حقك تنزل على ارض الواقع. قسم بالله نقطعك انت والشرعيه، وصله رحنا شوف اسياد على ارضنا وما زلنا متمسكين. صح في تدخل بحضرموت شويه والمهله، قسم بالله ورعان، والله ورعان، ولولا الطيران يحميك والله العظيم نرجع وبقوه وبنقطعهم وبنحملهم لك. احنا دي انسحبنا من حضرموت لعلمك، اوامر من فوق بالانسحاب، وانت عارف من دخل الوصير لاجل ان تنسحب. احنا ما ننسحب يا حبيبي، احنا ننتصر او نموت. ارض القلوب عندنا خط احمر ندافع، يعني شهاده، مو زيك مطنبل معك عليك. مكان اعداد سلاحكم اليوم داخل الضالع، السلاح حق الشرعيه مع الحوثه يقاتلون فيها في الضالع، يا الخونه يا المرتزقه. تجي تقول لي عدوك الحوثي مو عدوك، الحوثي اخوك. انت اخوك حوثي وانت تجي مع الشرعيه اثنين مع الشرعيه. ايش تبغاني اجي اطنبل لك انا، اتحرر صنعاء انتظرك؟ انا كنت معك، كان يقول الرئيس عده مرات كررها، رحنا مع اي قوه تتجه الى صنعاء، ما في قوه يا اخي. شاف الرئيس عيدروس حفظه الله واطال الله في عمره انه يقول لك اي قوه تتجه الى صنعاء رحنا معاها، بس ما في اي قوه. عرف انكم كذابين، ما عندكم اي هدف لتحرير صنعاء، تطبيل بس تدوروا الرواتب. فرق بين الجندي حقك والجندي حقي. انا جندي قاتل على صدق، على دين وطن. انت تدور راتب، والله العظيم لو قطع على الشهر شهرين رحنا نشوف رواتب اليوم لحد اليوم. الجنود عندنا يقاتلون والله بدون رواتب، باي جبهه شوفهم بدون رواتب، شوفهم جنودهم والله لو انقطع الراتب شهر شهرين والله يطرحها ويمشي، والله يبيع السلاح الشخصي حقه، يبيع السياره حقه اللي يقاتل فيها. ما عندهم عقيده، ما عندهم نيه يا اخي. ليه يتمسك اللي فيه ارسم الحدود وبال عن كفاح مسلح، وهذا هو ما يعترفون الا بالقوي، وخل بعدين الطيران يصفينا كلنا لم واحد يا حريه يا موت. نشكرك اخي العفو. طيب انا عندي يا جابري، تفضل عشان نترك المجال لاخونا حروف الصراحه. طيب اول حاجه الشيك مثل كلام الغضنفر، يعني الشماليين لا تقلدوا عندنا انكم اعداء انتم الحوثي، هذا خبر فاضي. تركيبه البيت الشمالي 2 اصلاح، 3 مؤتمرين، 4 حوثه، والاب مؤتمرين. هذا تركيبه البيت عندكم. بعد تقولون نحن اعداء ولا هذا كلامكم. لا انتم صدق تشتوا، قسم بالله ما تنتظر شرعيه وانك تعلن النفير مثل ابناء الجنوب وتقاتل على ارضك ودخلت. لا انت محتاج لا شرعيه ولا شيء. كان الطيران يرميكم من دول تحالف سلاح وذخائر وما قصر، الباقي كان عليكم. اما يجيني مثل العليمي هذا شيء واسناد فقط كفيله انها ترجع لها داخل مره، لكن عارف انهم بتغدروا بنا. كلام ما له داعي الهرطقات والفاضي. نحن بنخرجها طرق عن خشمك وبالشيء يقول انا جنوبي، دق راس الحيد دقه ودق الحيد للصيام 10 دقات، وانا عندي ترى للهرج وثقه، وبعض الناس شوف ما هي بوثقات. جماعة الناس من اجل الصداقه وخاب الظن في بعض الصداقات وخاب الظن في اللي ساب حقه، وصدق ناس جابوا له تفاهات. دليل النفس شوف حبله بعنقه وراضي بالمذله، ومن حبله بعنقه جاز شنقه، ومن نفسه دليله خير لا مات. واما القيد له صيحه وزعقه وله رايات ترفع فوق رايات، من يرجع انا مالي علاقه ولا هم المخاطر الصعوبات. سلامتكم. اخ حروف تفضل. قطعني شيبها. شوف الكلام الإنشائي والخطاب الهادئ هذا مفروغ منه، قد استهلك. أنت الآن تتكلم تريد أن نفعل ونفعل، أنت لم تفعل هذا الشيء أيام ما كانت عندك دولة.
أيام عفاش لم تفعل ذلك. أين هذا؟ لم نسمع ذلك. أين حقوق المواطن الجنوبي؟ إذا لم نرى هذه الحقوق أثناء الدولة والحكومة متواجدة على أرض الواقع، تريدها اليوم أن تأتي لي بحقوق الجنوبي مع هذه الأحداث اللي صايرة داخل أرض اليمن، كان بالشمال والجنوب. اترك عنك الخطاب الكذاب مع احترامي لك، خطابك دغدغة مشاعر. هذا الخطاب روح عند صف أول ابتدائي، المتوسط بيفهم عليك بيرد عليك. روح عند الروضة الأول ممكن ينطلي على هذا عليهم هذا الكلام. أما نحن رجال على مشارف 40 من العمر، قد عاصرنا الوقت، هذه الحقبة الزمنية. أيام عفاش قم يا الشعب، وين كرامة الجنوبي؟ تأتي اليوم تعطيني هذا الدرس الأخلاقي؟ لابد أن نعيد الشرعية. أي شرعية؟ سؤال واحد، أعطني شرعيتك. هل شرعية مأرب اتفقت مع شرعية تعز والساحل الغربي؟ لماذا لا تتوحدون أنتم أبناء الشمال؟ لماذا لا تتوحد قواكم؟ اثبتوا ذلك على أرض الواقع. أما الهتافات والكلام الفاضي هذا لا ينطلي علينا نحن أبناء الجنوب. أعطيني خطابات غير هذه المغلفة بالحب ونحن 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 ونحن. هذه المرحلة قد تجاوزناها بكثير يا أخي حروف. أنت كشمالي أثبت. وعندما تتكلم عن المقاومة، من الذي خذل المقاومين من أبناء الشمال؟ من الذي خان مقاومة حجور؟ أليست شرعيتك؟ ومقاومة تعز والجوف ومأرب، من الذي خذل الثوار؟ أليس شرعيتك؟ من الذي خرج على التلفاز يقول نحن لا نريد أن ندخل صنعاء بقوة السلاح، وعزز ذلك وزير الإعلام، يعني وزير دفاع يعطي خطاب نحن لا نريد أن ندخل صنعاء بقوة السلاح. أجل تبيها بإيش؟ بالأحضان؟ ويأتيك الأرياني يأيد هذه الفكرة. يا أخي اتركوكم الكلام الفاضي، اثبتوا نياتكم بأنكم وطنيون يهمكم شعب ووطن. لكن مع الأسف نسمع خطابات فاضية. تفضلوا يا إخوان. طيب ارد عليك. تفضل يا لا الظالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالنور والسرور. والله شوف، لما أتحدث عن واقع الآن اللي حاصل عندنا، سواء عندنا مثلا الطريق نفس الحوار. بالأول كان المجلس الانتقالي هو من يعوقنا من تقدم إلى صنعاء. الإمارات المجلس الانتقالي كانوا يعملون لنا مطبات هوائية في مأرب عشان ما نخرج من التبة هذيك ونمشي إلى